السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة فيديو جديد، يوم جديد، يا رب يكون يوم كله خير وبركة ورزق من رب العالمين عليكم. اخباركم ايه يا حبايبي؟ وحشتوني من الفيديو اللي فات لفيديو النهاردة. يلا بينا بقى نعمل روتين جديد ونشوف احنا هنعمل ايه. بس أول حاجة أنا هقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اشرح صدورنا وطمن قلوبنا واصرف عنا يا رب العالمين الهم والضيق، وارزقنا السكينة والرضا يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في أوقاتنا وبارك لنا في جهدنا. اللهم أمين يا رب العالمين. عاملين ايه يا حبايبي؟ بصوا بقى، احنا كتير مننا يا بنات بيصحى كل يوم وتحس ان احنا شايلين طاقة وهموم كتيرة ومحملين نفسنا فوق العادة وفوق إمكانياتنا، مسؤوليات، قلق، ضغط مادي، ضغط نفسي، ضغط توقعات الناس، ناس تكوني ظنة فيها الحلو تلاقي عكس كده. فاهمين؟ ساعات بنحس يا بنات ان احنا لازم نكون اقوياء طول الوقت، بس الحقيقة ان احنا الانسان بيجي مننا وقت عليه وبيضعف، وده الطبيعي يا بنات، يعني ده الطبيعي. بصوا انا هتكلم معاكم يا بنات بهدوء كده ومن قلبي وحياة ربنا. يعني هقول لكم انا ازاي بتعامل مع الدنيا بكل ايه، يعني باخدها بكل سلاسة كده، بحيث ان الدنيا ما تكسرنيش ولا تهزمني، لان هي الدنيا كسرتني بوفاة ماما. فاهمين قصدي؟ فانا بحاول ان انا اتعافى، انا مش عارفه اتعافى، بس انا بقول اكمل رسالتي مع ولادي. يعني اكبر غلط ان الواحد يعمله في نفسه ان هو ينكر ان هو تعبان، ان ينكر ان هو يقول ايه ده، انا فعلا مضغوط. لا يا بنات، ده مش ضعف. الضعف والضغط اللي احنا بنخبيه وننكره ده يا بنات، ده بيسيطر علينا، بيخلينا طول الوقت مش متحملين كلمة من اللي قدامنا. فاهمين قصدي يا بنات؟ بيخلينا مش متحملين كلمة من اللي قدامنا، عشان انا جوايا خلاص عمالة تراكمات تراكمات تراكمات. لا، اول باول اعترضي على اللي مش عاجبك، اعترضي على اعتزل ما يؤذيك. فاهمين قصدي؟ على فكرة يا بنات، الرز اللي انا جايباه ده انا بصراحة يعني بصوا انا اول مرة في حياتي الاقي حاجة سعرها حلو. انا معرفش، هو بالنسبة لي عندنا هنا حلو، معرفش عندكم هو الاسعار ايه بصراحة. يعني انا بصوا يا بنات، انا جايبة بسم الله ما شاء الله ال4 كيلو رز دول، ال5 كيلو رز دول 5 اكياس ب90. حسبتها كده لقيت ان الكيلو واقف ب18 جنيه. انا معرفش هو السايب بره بكام بصراحة. انا عارفة ان الاكياس اللي انا بجيبها الكيس ب27، اللي هي المعبأة آليا دي، عارفينها؟ دي لقيتها يا بنات ال5 كيلو ب90. الراجل اللي هو بيعدي، في راجل بيعدي كده يوم في الاسبوع عندنا بعربية كده معاه توابل ومعاه بقوليات وحاجات زي كده، زي عطارة، يعني انا عمالة افتكر اسمها ايه. زي عطارة يا بنات كده. فاهمين قصدي؟ جبت ال5 كيلو ب90. بصوا يا بنات، انا اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، فضيتهم في العلبة بتاعت الرز دي. العلبة دي بتشيل 4 كيلو، فانا ايه فضيت يعني مليت العلبة وشلت بقى كيس فوق يا بنات. فاهمين قصدي؟ المهم يا بنات، ايه قلت ايه، هعمل شوية عدس بقى التلج اللي احنا فيه دوت. اعمل شويه عدس حلوين قوي يا بنات، والله العظيم يستاهلوا بقكم كلكم وحياة ربنا. بصي يا بنات، انا بحط مكونات العدس عندي. بصي اي خضار عندك بقى، اي خضار. انا حطيت يا بنات بصلتين، حطيت 6 طماطمات كده وسط، كل ده متقطع. حطيت قد مثلا راس توم كده، او مثلا 10 فصوص توم. وحطيت 3 بطاطسيات. التوابل بتاعتي ملح وكمون ومكعب مرق. خلاص يا بنات، وفلفل اسمر. هي دي التوابل بتاعتي، واحطهم كلهم في حله على النار وفيها شويه ميه، وبحط معاها ايه كيس شوربه، يعني انا مفرزه شوربه. ونسيت الجزر وحياة ربنا، اما شفته دلوقتي افتكرت. وقطعت معاه الجزر. الخضار اللي انتوا شايفينه ده كله يا بنات نضفته كله، وخدته غسلته على الحوض وحطيته في حله مع العدس بقى. غسلت العدس كذا مره وولعت عليه. والله العظيم يا بنات كانت اكله جميله مع عيش محمص. هتشوفوا انا عملت ايه دلوقتي. المهم يا بنات، انا عايزه اقول لكم على حاجه، ان احنا مش لازم كل مشكله عندنا لا احنا لازم نحلها دلوقتي.
لازم نحلها دلوقتي. لا، مفيش حاجة اسمها كن فيكون، دي في ايد ربنا سبحانه وتعالى. مفيش حاجة اسمها كن فيكون. احنا يا بنات في حاجات نقدر ان احنا تمشي مثلا حل فوري، وفي حاجات لا، ما ينفعش. فانت رتبي اولوياتك، الحل في ايدك انت. رتبي اولوياتك، شوفي ايه اللي ممكن تقدري ان انت تقدميه النهارده لبيتك وولادك وجوزك. شوفي ايه اللي انت تقدري تعمليه. فاهمين قصدي؟ لان انا ممكن حاجات انا اقدر اعملها، غيري لا. في حاجات غيري يقدر يعملها، انا لا. كل واحد غير التاني. انتوا فاهمين قصدي يا بنات؟ فايه، شوفي ايه الحاجات اللي احنا نقدر نغيرها، وحاجات لازم نسيبها على ربنا سبحانه وتعالى بقى، هو ربنا اللي هيحلها من عنده. يعني راحة البال دي بتيجي يا بنات لما نشتغل على اللي نقدر عليه، ونسيب الباقي على الله سبحانه وتعالى. راحة البال بتيجي من النقطة دي، ان انت تسيبي كل حاجة على ربنا، واعملي اللي في مقدرتك انت. خدي بالاسباب. فاهمين قصدي؟ وخدي بقى وقت لنفسك كده من غير تأنيب ضمير. يعني خدي وقت لنفسك انت كأم كده، من غير تأنيب ضمير يا بنات. كده خدي مع نفسك كده نص ساعة قرآن مع نفسك، الورد بتاعك، دعاء يا بنات. الحاجات الصغيرة دي بتفرق جدا يا بنات، على فكرة دي مش أنانية. يعني لما انت تهتم بنفسك دي مش أنانية، دي بتزود الطاقة بتاعتك، اللي هو بتشحني طاقة. فاهمين قصدي يا بنات؟ وبعدين يا بنات برضو في كلام كده بتحس ان هو بيديكي بوزيتيف، بيديكي طاقة، بيديكي نفسية حلوة، بيخفف عنك. يعني مثلا شوفي حد امين من الدايرة الصغيرة اوي اللي حواليكي، احكي معاه، او حتى اكتبي اللي جواكي. لو مش عايزة تتكلمي مع حد، اكتبي اللي جواكي، اكتبي اللي جواكي. هاتي الاندكس بتاعتك كده ودوني فيها كل حاجة. فاهمين قصدي؟ لان يا بنات الكتمان ضغط. الكتمان ضغط، علاجه ايه؟ الكلام، بس مش مع اي حد. الكلام مش مع اي حد. فاهمين قصدي يا بنات؟ فانت شوفي انت بترتاحي لايه واعمليه. ليكي حد تثقي فيه، تحكي معاه. وعني والله انا مش يعني مش بحبذ النقطة دي بصراحة يا بنات. انا عندي احكي لربنا ولا احكي لبني ادم. ان انا اقعد احكي مع ربنا سبحانه وتعالى كده، افضفض مع نفسي اثناء وانا ساجده كده في الارض، او اكلم ربنا وابص للسماء، واكتب في الاجنده بتاعتي. يعني انا عامله اجنده بتاعتي كده، بكلم ماما فيها، بكتب لها كل حاجه. فاهمين قصدي يا بنات؟ وما تنسيش يا بنات قربك من ربنا، بالله عليكي قربك من ربنا. بصي، وقت الضيق ووقت الحاجة الحلوة اللي في حياتك، يعني دايما فاكرة ربنا دايما. ماما الله يرحمها كانت دايما تقولي كده ايه، خدي ربنا في صفك، اللي هو ما تقصريش في حق ربنا. ما تقصريش في حق ربنا. ادي ربنا حق وهتلاقي حياتك كلها ماشية. اوعي تفرطي في فرضك، ولا تفرطي في الورد بتاعك، ولا في الذكر بتاعك، ولا الاستغفار يا بنات. احنا من غير الحاجات دي لا حول لنا ولا قوة. وحياة ربنا ادعي ربنا كده واستغفري ربنا كتير، هتلاقي الخير جايلك. انما ما تحكيش لحد. انا مش من النوع اللي انا بحبذ الفكره دي ابدا. لا، انا بكتب في الاجنده بتاعتي وبكلم ربنا وانا ساجده احكي له. والله العظيم اوقات العيال يعدوا من جنبي كده، دي ماما طولت وانا بكلم ربنا. طولت في السجود، يعني ده انا بكلم ربنا. فاهمين قصدي؟ هتلاقيها اتحلت. احنا يعني شوفي كلمة ربنا سبحانه وتعالى، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فعلا احنا من غير ربنا لا حول لنا ولا قوة. والله العظيم يا بنات. ودايما افتكري ان انت اقوى مما تتخيلي، انت قدها. وان الضغوط اللي عندك دي مش علامة فشل، ده جزء من حياتنا كلنا يا بنات. خدي نفس كده وكملي، وربنا معاكي خطوة بخطوة. ربنا يصلح حالك روحي، يلي بتشوفيني وبتسمعيني، ربنا يوصلك امرك ويكرمك من واسع فضله، ويطبطب على قلبك ويجبر بخاطرك، قادر كريم. وانا من ضمنكم يا رب العالمين. انا بحبكم يا بنات قوي، وحياة ربنا يعني يديني على قد اللي جوايا، وحياة ربنا. يعني نفسي بجد ان احنا كلنا ربنا يكرمنا ويوفقنا، وكلنا قنواتنا تكبر، ونكون في احسن صحة وفي احسن حال مستورين يا رب. اللهم امين. ده مش بعيد على ربنا سبحانه وتعالى. المهم يا بنات ان انا عملت معاكم شوية عدس كده في قلب الروتين بتاعي، بعد ما ظبطت الدنيا عندي. وقمت بقى داخلة على المطبخ وعاملة شوية عدس يا بنات، خرافة. المهم ان انا لما غليت
العدس بقى مع الشوربه مع الخضار اللي انا حطيته مع التوابل، وبعد كده هدي خالص، قمت ضرباه عشان مش عندي الهاند بلندر، قمت ضرباه في الخلاط لما هدي خالص يا بنات، ورفعته بقى على النار علشان يغلي. خلاص، سبته بقى يغلي وجهزت له الطشه بتاعته. عملت 10 فصوص توم كده، حمرتهم في معلقتين سمنه، وبعدين قمت طشيتهم على العدس بقى واديته غلوه تاني وطفيت. بس سهل جدا وبركه وخير في البيت، والحمد لله ربنا يديمها نعمه. ربنا يديمها نعمه. عارفين يا بنات كلمه الجوده بالموجوده اللي كنا بنقولها زمان دي ايام ماما الله يرحمها ويحسن اليها؟ دي جميله دي، ان احنا نرضى باقل القليل، احنا مبسوطين الحمد لله. البطن لو كلت كلت الاكل اللي هو برضو ما بتشكرش. كلت الاكل اللي هو الحمد لله يا رب اللي على قد الايد دوت، برضو ما بتشكرش. فاهمين قصدي؟ مش كل همنا ان احنا نجيب اللقمة الغالية الحلوة، لا 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 لا. الحياة في القناعة، في الرضا. دايما دايما ازرعي في اولادك كده، ان احنا يبقى عندنا قناعة ورضا باللي موجود. الحمد لله، دايما نقول الحمد لله. ودايما ذكري ولادك عند الاكل، سميته حتى هم كبار كده. اوعى يكون حد نسي البسمله، سميتي على الاكل كده، فلازم نقولها عشان البركة تحصل. يعني انا عايزة اقول لكم ان انا لما بحط طشة التوم على في البتاع ديت في حلة العدس، وانا بحطها بقول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله اللهم صل وسلم وبارك كده. دايما اقول اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. دايما خلي الذكر ببقك، خلي دايما الاستغفار معاكي، هتلاقي حياتك اتغيرت وروحك حلوة وانت حلوة اصلا. ربنا يكرمك من واسع فضله. بصي يا بنات بقى، قطعت جنبه طماطم، عملتها بهرسة الشطة والليمون والملح والكمون وشوية خل دي، وبعدين خدت منها معلقتين وقطعت بصلاية، لان انا بصراحة بعشق البصل الاحمر والاخضر، بحس انه مسكر وجميل كده. بحبه جنب العدس يا بنات مع شوية شطة كده وعيش محمص بقى، وربنا يستر على السكر، ربنا يستر على السكر. ربنا يشفينا جميعا يا رب يا بنات. وده كان غدانا وده كان روتيننا، وربنا يصلح حالكم وييسر امركم، ويجعل يا رب النشفة في ايديكم خضرة. والسلام عليكم ورحمة الله.